بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. دلوقتي الشباب هنبدأ أول تجربة عملية في لغة السي بلس بلس. فكرة البرنامج بسيطة جدا، ألا وهي إن احنا نطبع جملة على الشاشة. طيب علشان نقدر نكتب كود عامة بشكل صحيح لازم نفهم البروجرام ستراكشر لهيكلة اللغة نفسها. طيب تعالوا كده معايا في أول سطر نكتب الهاش، نكتب include، نفتح قوسين الزاوية ما بيدخلوا نكتب IO stream. طيب يعني ايه السطر ده او ايه معناه، او بمعنى صح وظيفته معايا. السطر ده توجيه لحاجه اسمها بري بروسيسور. بري بروسيسور جاي من اسمها بري يعني قبل، يعني قبل ما اللي يبدا المترجم او الكومبايلر معانا بقول له ايه، هات لي الملف الهيدر اللي هو اسمه الاي او ستريم اللي فيه بداخله فانكشنز جاهزه مسؤوله عن عمليه الادخال والاخراج اللي عندنا زي سي ان وسي اوت. طيب تعالى كده بشكل بروفيشنال نفهم ايه اللي بداخل الملف اللي اسمه ايه اي او ستريم. طيب احنا كده دخلنا ما بداخل الملف ذات نفسه، فنيجي تحت هنلاقي حاجات عندنا زي سي ان سي اوت وفانكشنز جاهزة تاني غيره. احنا اللي هنستخدمه او بمعنى اصح كبداية هنستخدم ايه في سي ان سي اوت، حاجات مخصصة لينا لعمليات الادخال وعمليات الاخراج عندنا ايه في اللغة. طيب تاني حاجة انت مين والكيرلي براكت وننزل كده. ايه هي المين دي؟ تعالوا كده نعرف ايه هي المين فانكشن. المين فانكشن بكل سهولة هي نقطة دخول البرنامج او الانتري بوينت، يعني اسهل تلخيص او اسهل تعريف للمين فانكشن هي انتري بوينت. اي برنامج في السي بلس بلس بيبدأ من المين فانكشن، اعتبره ان هو ضابط مرور، ولا في حاجة هتعدي غير لما تبدأ من عنده، ولا في حاجة هتخرج غير لما تبدأ من عنده. طيب تعالوا كده بما ان احنا استدعينا المكتبة او اللايبراري اسمها اي او ستريم اللي عرفنا ان هي بداخلها مثلا فانكشن جاهزة اسمها سي اوت و سي ان. طيب تعالوا كده نستخدم سي اوت اللي احنا زي ما اتكلمنا هنبدأ نعمل جملة طباعة بسيطة، نكتب std سي اوت ما بين الدبل كوتيشن نكتب اللي احنا عايزينه مثلا وليكن hello programmer ونهاية السطر. طيب ايه هي السي اوت، نفهمها بشكل ايه احسن. هي ده اوبجكت مسؤول عن الطباعة في الشاشة، اللي مخرجات اللي هيظهر لي في الكونسول عندي او اللي هيظهرها لليوزر، يعني كل ما بيداخل السي اوت بتحديدا ما بين الدبل كوتيشن هتظهر لليوزر هي سبيس هتظهر، اي كاركتر هيظهر، فزي ما هتكتبه ما بين الدبل كوتيشن نفس ما هيظهرها لليوزر. طيب و بنكتب return 0. حد يقول لي ايه هي return 0 دي؟ انا معرفهاش. الصفر ده معناه ان البرنامج خلص بنجاح ورجع 0 للنظام. يعني ايه؟ يعني في حالة ان هو رجع
0 للنظام بتاعك، ده معناه إن كل حاجة شغالة تمام. وكذلك إن إحنا عملنا النوع الراجع من المين فانكشن هو رقم، وبرضه نفس الرقم اللي هو 0. في حالة برضه إن هو رجع 0 ده معناه إن تنفيذ البرنامج تم بنجاح. طيب والله أنا شايف إن أنا مثلا لو عملت جملة طباعة تانية وقلت له والله يا سيدي أنا ممكن عايز أطبع مثلا العمر بتاعي، قلت له مثلا وليكن 16 years old. طيب تعالوا كده نرن أصلا محدش ما جربناش إن احنا نرن كده. تعالى قال لي hello I am programmer، بعد كده طبع لي السطر ده في نفس السطر. طيب ثواني، هو أنا مش ده سطر وده سطر؟ هو ازاي الاتنين اندمجوا مع بعض؟ طيب هنتعلم حاجة جديدة وهي الباك سلاش ان. باك سلاش ان دي يا صديقي باختصار ان هي بتعمل لي نيو لاين. نيو لاين ان هي بتنزل لي سطر جديد. السي بلس بلس بتتميز ان انت مثلا لازم تديها كل امر بالتفصيل عشان تبدأ تمشي البرنامج بتاعك بشكل صحيح. طيب انا في حالة دي ممكن لو عملنا رن تاني نزلنا قال لي hello I am programmer، وطبع لي السطر التاني في سطر جديد. طيب ده معناه أو أفهم من ذلك إن السي بلس بلس لازم أعمل لها كل حاجة علشان أمشي البرنامج بتاعي بشكل صحيح، مش زي لغة بايثون مثلا إن أنا أكتب السطر بتاعي أو البرنت بتاعي يعرف إن أنا محتاج سطر جديد من غير ما أعمل باك سلاش إن هيعرف. بس لكن في السي بلس بلس لازم تديله كل أمر بالتفصيل. طيب والله احنا شايفين ان الاس تي دي دي متكررة مرتين، وفي حالة ان انا عايز اعمل سطور طباعة تاني هضطر اني اكرر. طيب في الحالة دي ايه رأيكم نعمل السطر ده using name space std وسيميكولن. تعالوا كده نفهم اني بكل بساطة كل ما ينتهي السطر او الكود البرمجي اللي انا كاتبه في نهايته لازم ان انا اكتب بتعرف الكومبايلر ان هنا خلاص انا نهيت السطر بتاعي. تمام تمام. طيب نخش في السطر التاني ده، ايه هي اليوزنج نيم سبيس اس دي. والله انا لقيت ان السطر ده متكرر، او خاصة ان الجملة std في كل سطر محتاج اني اكتبها. طيب ليه؟ انا ممكن ان انا اثبتها عندي فوق وتسهل عليا التكرار. ان هو مش كل مرة هكتب std، ممكن من خلال السطر ده اكتب سي اوت بس، وده بيخلي الكود سهل القراية خاصة للمبرمجين المبتدئين. طيب وبكده عملنا البرنامج البسيط اللي قلنا عليه وخلصنا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.